المكان هنا من طرائف شارع المعز. الشيخ ابو الخير الكليباتي، مش الكليباتي. كلمه كليب تصغير كلب. طب ايه حكايته؟ الراجل ده كان في العصر المملوكي، كان شيخ بركه، مقيم في جامع الحاكم، وكان مزاج عنده يحط وشه في الكنيف بتاع حمام الحاكم، وكان بينام هنا. ده المدخل، كان تخش كده في شمال، ده مدخل جامع الحاكم، يعني ده كان باب لجامع الحاكم. طب ليه الكليباتي وليه ابو الخير؟ الناس كانت كل حد ضايع له حاجه او اتسرق منه حاجه يروح للشيخ ابو الخير. الشيخ ابو الخير كان بيمشي ورا منه سرب كلاب، رايح جاي ورا منه كلاب كتير. يا مولانا انا ضايع مني كذا. يقول له طب شايف الكلب ده؟ خده او امشي وراه، هيوديك لحاجتك، ولما تلاقي حاجتك هات له رطلين لحم او هات له رطل لحم او هات له كذا. يعني ادي الهديه لمين؟ للكلب. فكان الناس عندهم تفاؤل بيه عظيم او اعتقاد ان هو مبروك وكذا. فمن هنا جه اسمه الكليباتي، من فكره ايه؟ الكلاب اللي بتبقى ايه حواليه. جه عصر انصار غوري، راح سادد الباب بتاع جامع الحاكم وراح بني له الضريح ده. طبعا علشان يبني ضريح في شارع المعز او الشارع الاعظم، دي حاجه مش سهله. تمام. انا عشان كده مستغرب انتوا معديين ومحدش خد باله من ابو الخير. مش تسلموا على الراجل البركه ده؟